شوفوا بقى يا جماعة الفول عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. حاجة كده، ولا لونه ما شاء الله، ولا المية بتاعته يعني كده يعني. ولا تقولي لي بقى مطاعم، ولا تقولي لي بقى تشتري فول من بره. حاجة كده بألف صحة وهنا على قلبكم يا رب. شايفين؟ جربيه وان شاء الله هيعجبك، ويا ريت بقى تعملوا لايك واشتراك في القناة. وبألف هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل النهاردة الفول عشان سحور رمضان. عندي هنا كيلو فول انا نقعته قد ساعة كده. وغسلته غسلة كويسة. تعالوا نشوف هنحط عليه ايه. عندي هنا طماطمتين، عندي ليمونة، ربع معلقة كركم، عندي هنا بشر جزر، جزراية كده صغيرة بشرتها، عندي هنا نص كوباية عدس اصفر، هحط عليه كمان مية كده. هحطه بقى على النار واسيبه يغلي، وبعد ما يغلي هوطي عليه خالص واسيبه يستوي. يلا بينا. ده بقى الفول غلي اهوت، هوطي عليه خالص زي الشمعة واسيبه بقى يستوي براحته كده. ولما اجي اديله ميه سخنه. هغطيه بقى واسيبه بقى ايه مع نفسه كده يستوي. زي ما انتم شايفين بقى كده الفول بدأ يخش كده في السوا شويه. شايفين بقى الميه بتاعته جميله ازاي ولونها حلو. هسيبه بقى يكمل سواه. شوفوا كده الفول بعد ما استوى عامل زي الزبده بالظبط، ولا شوفوا الميه بتاعته تقيله وجميله ازاي. تعالوا كده نشوف. احلى سحور لرمضان ان شاء الله. ولا هتشتري من بره، ولا هتقولي لي فول بره احلى والعيال يقولوا لك لا هات لنا فول من بره. حاجه كده جميله جميله جميله. كل سنه وانتم طيبين. يا ريت يا حبايبي بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه. وبألف صحة وعافية ليكم يا رب على قلبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.